طبعا ما رح تستغربوا لانه بتعرفوها، أليسون ويلفورد هي ممثله بتمثل بادوار عربي ولكن هي امريكيه الاصل. نستقبلها اليوم. أليسون صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير أليسون. Good morning. صباح الخير. نعم طبعا حيكون في مترجم مشاهدينا، بس راح نطلب من أليسون اول شيء ترحب فيكم بالعربي. You can say hello in Arabic, right? صباح الخير يا عرب. ليش اخترتي تتمثلي بمسلسلات عربيه وخليجيه تحديدا؟ Well, I was actually في واقع doing الأمر music first. لقد And قمت I had friends that were in في the مطلع industry. الأمر في العمل في المجال الموسيقي، وبعد ذلك كانوا يحتاجون إلى شخص يتحدث العربية. فسعاد عبد الله التي كانت مسرحيتها الذائعة في عام 2003 في عام يا أخوتي، بدأت آنذاك من خلال المقابلات وقرأت قليلا من النصوص، وبعد ذلك أعطوني القصص السبعة الأولى وبدأت مسيرة عملي على هذا الأساس. نعم طيب كيف استطعت التأقلم في البداية، وهل في أي مثلا مشاكل واجهتك؟ There's always difficulties. هناك دائما صعوبات كما تعلمون، لأنه أولا يتم استخدام اللوحة السبورة التي تكتب عليها العربية وتعلم تقنيات الكاميرا، لكن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على صعوبة الكلمات والجمل التي يجب لفظها. فقط تنعرف المشاهدين، انت تعرفتي على العالم العربي من خلال اقامتك في الكويت وفي السعوديه، صح؟ نعم هذا صحيح. لقد بدأت مسيرتي العملية في الكويت، لكنني بدأت بتعلم العربية منذ تواجدي في السعودية في المدرسة، إذ يتم تعليم العربية للأجانب، وكنت أرغب آنذاك بتعلم أكبر قدر ممكن من اللغة العربية والتحدث مع الجميع، فكانت مسألة مضحكة بالنسبة للآخرين، إذ كانوا يسخرون مني أحيانا، يقولون أنها أمريكية وتتقن العربية. That's nice. اوكي بالنسبة عرفنا انه انت حصل لك حادث وانت تتسلق الجبال، ومن بعد هذا الحادث اعتنقت الدين الاسلامي، يا ريت تكلمينا اكثر عن هذا الحادث. Yes, this happened last year. نعم لقد وقع الحادث في العام الماضي في يناير 2009، وكنا في منافسة، لكن المنافسة لم تكن قد بدأت آنذاك، بل كنت أتدرب، وكنت نسيت حبل الأمان الذي يربط على الخاصرة أو في منتصف الجسم، وبعد ذلك وقعت وتوجهت إلى الأسرة وخضعت إلى عملية. لم تكن أفراد أسرتي معي بل سوى مجموعة من أصدقاء، وسمعت تلاوة قرآنية على آنذاك، وشعرت بقوة كانت قد تخلخلت إلي، وقررت أن أتحول إلى ديانة الإسلام. على سيرة العائلة، لما بيتابعوك عم تمثلي بمسلسلات عربية، شو بيقولوا لي، شو بكون ردة الفعل؟ وأقصد العائلة الثانية وليس الأم والوالد والأخوة والأخوات. They really love it, لأن الأمر يروق لهم ويجدونه أنه مثيرا للاهتمام، ولا يستطيعون التخيل كيف أستطيع القيام بذلك، لأن أسرتي بعض أفراد أسرتي يتحدثون الإسبانية والفرنسية، لكن العربية قالوا هذا أمر مختلف تماما، أحرف مختلفة وكل شيء فيها مختلف. طبعا في صور بنشوفها، اذا ممكن بس نشوفها مع الفنان حسن عسيري، راح يكون في عمل جديد ان شاء الله يصور حاليا، عشان كذا انت متواجده في الامارات العربيه، كلمينا اكثر عن العمل. بالعربي. I'm kidding. In Arabic. Joking. لقد مثلت مع السيد حسن عزيري في 3 مسلسلات، أولهما كانت قد صورت في ماليزيا، والثانية كانت بعنوان سوالف حريم، وقد صورناها في الأردن. كنت قد تعرفت على حسن منذ فترة طويلة من الزمن، منذ تمثيلي لمسرحية يا أخوي، وقال لي آنذاك إن كنت ترغبين بالتمثيل معنا، وبات بيننا الآن تاريخا من التعاون المشترك، وكان قد طلب مني المساهمة في هذا المسلسل. 7 مسلسلات، واضح انك اندمجتي بالتمثيل مع فنانين عرب، شو بتحسي بعد ناقصك حتى تندمجي اكثر أليسون، وحتى تصيري فعلا جزء من هذه الاعمال العربية؟ الأمر ينطوي على جملة من التحديات، لأن الاستمرار بالتمثيل في العربية وبعد ذلك التوقف وعدم الحديث بالعربية، فهذا قد يكون صعبا ويدفع المرء للدراسة. أود أن أستمر في التمثيل في المسلسلات العربية، لأن الأمر يساعدني على إبقاء لغتي العربية قوية وحية، وبعد ذلك سوف أحاول عند تواجدي في أمريكا أن أمارس لغتي العربية، لكن بالنسبة الآن أن الأمر يروق لي، إذا ما كان الأمر يروق للناس فسوف أستمر في هذا. عفوا، يعني أنت الآن مقيمة في أمريكا؟
Yes, in Arizona. نعم في ولاية أريزونا. But I'm planning to go لكنني back to أنوي Kuwait للعودة إلى or الكويت around the أو region إلى because مكان ما في المنطقة، لأن الكويت هذا المكان أشعر بأنه وطني الثاني أكثر من أمريكا، إنه وطني الأول بالأحرى. طيب الحين وجودك يعني عودتك الى امريكا ما تغريك انك تدخلي عالم هوليوود عشان ايضا تصبحي يعني بدل ما تكوني امريكيه في اعمال عربيه تكوني عالميه حتى؟ Well, it's very difficult. الأمر في غاية الصعوبة لأن هناك أنا قد أبدو مثل أحوال الجميع، بينما هنا قد يكون لدي بعض الخصال المختلفة. لعلي أحاول في ذلك، لكن الأمر سوف يستغرق فترة طويلة من الزمن، وخاصة أنه لا توجد لدي رابط. فلنقل أنني سوف أسعى في ذلك على الأقل. عندك حس الفكاهة sense of humor، بتقدري تطبقيها بالتمثيل، خصوصا لما بيكون واحد يعني عم بيمثل بلغة غير لغته، ما بيقدر يعبر مظبوط، وهذا شيء بيأثر حتى على أدائه الجسدي وحركاته. هل بتقدري تطبقيهن مثل ما أنت فعلا أليسون؟ You want me to say something in Arabic? هل ترغبون أن أقول شيئا باللغة العربية؟ How should I say? Well, usually when I talk to people. عادة عندما أتحدث للناس أقول السلام عليكم ورحمة الله. وعندما أتحدث في المسلسلات فهناك مجموعة من الأشخاص الذين يواجهونني ويقولون لي كيفية الشعور الذي يظهر مع السيناريو، وأنا أدرس وأحفظ الأسطر عن ظهر قلب، ويعلم المخرج والمنتج ذلك، ويقولون أن الأمر قد يحتاج إلى جملة من الإعادات لإتقانه، لكن بعد ذلك يقول المخرج أن هذا حسن. طيب هل ممكن انك تاخذي مثلا دروس باللغه العربيه علشان حتى المجالات او الادوار اللي ممكن تاخذيها تكون اوسع واشمل؟ Exactly. I actually have a program. في واقع الأمر لدي برنامج في كاليفورنيا سوف يبدأ في شهر يونيو ويوليو في معهد زيتونة، وهو معهد إسلامي وكان قد حول إلى كلية، ويقوم بتدريس دورات مكثفة لمدة 5 ساعات يوميا، فضلا عن التعايش مع أشخاص آخرين. هذه هي خطتي الثانية بعد الانتقال منها، لعلي أن أتولى أدوارا أكبر في المستقبل إذا ما استطعت تحسين مفرداتي وكانت قراءتي أفضل حالا. بالنسبة إلى الغرب ولا أمريكا تحديدا، بعضهم بيشوفوا